ولادنا أغلى ما في حياتنا. هاي بيبي موضة الأطفال. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وأنا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. هاي بيبي هو مكان لكل أب وكل أم أول مرة يخلفوا بيقدر يدفع فلوس وبيشتري كل اللي هو عايزه لطفله، من حفاضات، من ملابس، من ببرونة، من ألعاب، من كل حاجة ممكن تتخيلها. على تطبيق هاي بيبي بيوصل السعودية في 5 أيام، بيوصل لقطر في 3 أيام. ما بيوصلش للسودان برضو عشان الناس اللي عايزة تستفسر وتعرف. تطبيق ناس بتشكر فيه كتير جدا وبيقولوا ان اسعاره رغم ان هي يعني مرتفعة على ناس كتيرة، لكن اسعاره بالنسبة لناس تانية هي كويسة جدا، والخدمة كويسة جدا، وبيوصل الحاجة مظبوطة جدا زي الالوان بالظبط، مفيش اي اختلاف فيها. تقدر عن طريق التطبيق دوت ان انت تعمل وتجيب كل حاجة لطفلك، خصوصا طفلك الاولاني، لان طفلك الاولاني هو ده اللي بتدفع من وانت ساكت، وبتدفع وانت فرحان، وبتدفع وانت مبسوط ومفيش اي حاجة خالص. لكن بعد كده لما تجيب التاني والتالت والرابع هتمسح تطبيق هاي بيبي، لان تطبيق هاي بيبي اسعاره يعني عالية كتير، بخلاف ان في جمارك. والجمارك هنا ما بيقولش هاي بيبي ان في جمارك. بتدفع بالفيزا، المفروض ان الاوردر يوصل لك في خلال زي ما قلنا 3 ايام او 5 ايام. بس الاوردر بيوصل لك بتلاقي مندوب شحن وشركة الشحن بتقول لك ان في يا فندم جمارك على الاوردر دور، واحيانا الجمارك بتبقى اغلى من السعر اللي انت اشتريت بيه الحاجة. طبعا كل بلد بقى وليها جماركها الخاصة بيها. كمان هاي بيبي ممكن تيجي تشتري اوردر وعليه تخفيض. بيبقى موجود عندك على البرنامج ان هو عليه تخفيض، لما بتيجي تحطه في السلة وعشان تشتري فتلاقي 50% الدبل، وانت بتدفع مش واخد بالك ان انت بتدفع المبلغ دوت، فبتدفع فتلاقي نفسك رشقت ودفعت الدبل في حاجة انت اساسا عمرك ما كنت تشتريها لو ما عليهاش تخفيض. فطبعا ده يعني حاجة غلط جدا في السيستم بتاع التطبيق. يا ريت التطبيق يهتم بيها ويحاول يصلحها، لان الناس بتشتكي ان هي تشتري حاجة، وده برضو بيحصل في يعني بريك فاست او انستا شوب. الحاجات دي كلها بيبقى عليها يعني علامات لون كتيرة، اللي انت بتيجي تشتري الاوردر او بتشتري حاجة، فهي مثلا التخفيض يبقى موجود، فلما تحط صالة السلة بتاعة الشراء تلاقي السعر اختلف. او مثلا منتج مش موجود فبيحط لك منتج غيره، انت حضرتك بتتصرف من دماغك. فيعني يا ريت الموضوع دوت ياخدوا بالهم منه، بخلاف ان الاسترجاعات بتقعد من 15 يوم لشهر، والفلوس ما بترجعش كاملة. فطبعا ديت حاجة برضو يعني بتضايق اي حد، خصوصا ان انا مش بسترجع عشان انا يعني غاوية ان انا اسيب فلوسي عندكم شهر او 15 يوم. انا بسترجع لان الحاجة مش مناسبة، الحاجة مش كويسة، الحاجة مش هي اللي انا طلبتها. فكل الحاجات ديت بتخليني ان انا استرجع. فيا ريت ان مبقاش يعني ايه انت بتعاقبني ان انا بسترجع. اشترك ولايك وسبسكرايب للقناه لو ما كنتش عارف اي حاجه عن التطبيق، واكتب لي في الكومنتات لو في اي معلومه انا ما قلتهاش، او لو في اي حاجه وحشه في التطبيق نعرفها لجميع مستخدمين التطبيقات واللي بيتفرجوا علينا في عالم التطبيقات.